اهلا بيكم تاني معانا في مطبخ ميمو. النهارده معانا منيو اتمنى ان هو يعجبكم، وهو فراخ او وراك فراخ محمره بيطلع معاها بطاطس مهروسه. قبل ما نبدا في المنيو رجاء وليس امرا اشتراككم ودعمكم لينا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، ونذكر الله ونصلي على النبي. طيب حبايبي، زي ما قلنا معانا وراك فراخ غسلينها كويس جدا ومنضفينها بالليمون والطحينه والملح والخل برضو. ها، والبطاطس المهروسه بتاعتنا دي بطاطس مقشرينها ومهروسه جاهزه. ها، وهنعمل معاها صوص خطير اتمنى ان هو يعجبكم. اول حاجه هنعملها ان احنا هندي الفراخ صدمه بس على النار، طاسه وجبنا فيها حته زبده. بس قبل ما هننزل بالفراخ هنحط شويه روزمارين عشان يدي ريحه وطعم. اهو هنحطهم مع الزبده، وبعد كده هننزل بوراك الفراخ، هنديها صدمه بس مش اكتر. اهو اهو اهو. طيب حبايبي، زي ما انتم شايفين ادينا للفراخ صدمه من على الناحيتين. بنيجي بقى في نفس الطاسه اللي احنا حمرنا فيها الفراخ، مش في طاسه تانية، في نفس الطاسه اللي احنا حمرنا فيها الفراخ، وهقول لكم ليه بعدين. طيب احنا هنا معانا فلفل اللي هو البابريكا الاحمر مقطعينه اهوت، معانا بصلايه متوسطه، معانا 3 4 ورقات لوري. ها، ومعانا شويه كرفس، وما ادراك ما الكرفس في الطبخ الصراحه يا ريت يعني تشاركوه في كل طبخه، الكرفس رهيب. وبننزل بيه في نفس الطاسه بنحمره. خلي بالكم لغايه دلوقتي انا ما استعملتش توابل خالص، كل اللي انا استعملته شويه روزماري نزلتهم خدوا صدمه مع الفراخ. اكتر من كده لغايه دلوقتي انا ما استعملتش توابل خالص. طيب حبايبي، بعد ما حمرنا الخضار، الفلفل مع الكرفس مع البصل وورق اللوري، هنضطر بقى ايه دلوقتي نستخدم التوابل، وهم شويه فلفل خشن ناعم اللي موجود عندنا اهو. انا ليه بقى ما استعملتش توابل خالص؟ عشان هستعمل دي اللي هي الصويا صوص. ما دام استخدمت صويا صوص اهي، ما بستخدمش ملح ولا مرقه ولا اي حاجه خالص. ليه؟ عشان نسبه الملح اللي فيها، عشان نسبه الملح اللي فيها. وبقوم جاي نازل بشويه زعتر، زعتر ناشف، زعتر فريش اللي موجود عندنا اهو. وبقوم جاي فاتح الميه ونازل بشويه ميه اهو، نازل بشويه ميه اهم. وبصوا بقى، بقوم جاي يا دوبك معلقه دقيق وعليها شويه ميه اهي، وبقلب الدقيق كويس قوي عشان مش عايزه يكلكع. لو كلكع يبقى شكله مش كويس خالص في الصوص. بقوم نازل فيه كده ومقلب الصوص كويس قوي اهو. يبقى انا اللي نزلت بيه ايه؟ فلفل اسمر والصويا صوص. وبقوم جاي نازل بالفراخ بتاعتي تاني في قلب الصوص اهو. انا ليه بقى قلت لكم انا حمرت الخضار في نفس الطاسه اللي انا محمر فيها الفراخ؟ عشان عايز الخضار ياخد طعم الفراخ، هي دي الحكمه كلها. تمام كده. بقوم جاي موطي عليه خالص، موطي عليه النار ومغطيه واخليه يستوي مع نفسه براحته خالص. طيب انا في مفاجاه عايز اقول لكم عليها.
طب يا محمد انت ممكن تقول لنا يعني الصويا صوص، صويا صوص، طب الصويا صوص غاليه عندنا. ده بديل الصويا صوص، وهو الماجي السايل، مش الماجي المكعبات ولكن الماجي السايل. ده اكيد هتلاقوه عندنا في السوبر ماركت اكيد. لو ما فيش صويا صوص او الصويا صوص غاليه علينا، فبنستخدم الماجي السايل اللي هو بديل الصويا صوص. وهنسيبها على البوتاجاز على نار هاديه على الاقل ساعه، وهنرجع لكم تاني. طيب، على ما الفراخ بتاعتنا تخلص هنشتغل في اللي هي البطاطس المهروسه بتاعتنا، بتتعمل بطريقه سهله جدا وجميله، هوريها لكم. بننزل بحته زبده اهي، وبننزل بشويه لبن اهو، وسنه ملح بسيطه قوي. ليه احنا مش هنكتر الملح فيها؟ عشان خلي بالكم هيبقى فيه صوص هيتاكل معاها، فالصوص ده برضو احنا متبلينه، فعشان الاكله ما تبقاش مالحه قوي. وهنهرس ده كله مع بعضه. طيب حبايبي، اظن بعد ساعه بالظبط يعتبر الفراخ كده استوت معانا. هنطلعها من الصوص اهو. شايفين ما دام العظم كده زي ما انتم شايفين كده طلع من اللحم، معناها ان هي استوت. هنشيلها كلها كده من الصوص اهو، وهنخليها على جنب دلوقتي. نشيل ورق اللوري ده، وهنعمل ايه بقى؟ هنجيب طاسه تانية كده على البوتاجاز، تمام. والصوص اللي احنا عملناه مع الفراخ دوت هنصفيه في الطاسه التانية. طيب حبايبي، وده الصوص بعد ما صفيناه. ما اقول لكمش على ريحته وعلى طعمه، لان انا لسه دلوقتي مجربه. رهيب. الكرفس مع البابريكا الحمراء خطير بصراحه، خطير. طيب بعد ما صفيناه كده هنعمل ايه بقى؟ بصوا بقى التركايه دي. هنجيب معلقه عسل اهي، وهننزل بيها، وهنديله كمان غلوه على البوتاجاز حوالي دقيقتين، وهنشيله. بصوا بقى، انا قلت اعمل الطبق قدامكم. ديت كانت البطاطس المهروسه بتاعتنا اهي. بننزل بيها في الطبق وبنفردها كده اهو. بننزل بكمان شويه زي ما انتم شايفين كده، وبنقوم جايين ورك فرخه، بسم الله، نازلين فيه كده فوقيه. اهم حاجه حبايبي، اهم من الاكل الطبق شكله عامل ازاي. تمام. ليه؟ لو الطبق شكله حلو بيفتح النفس اكتر، حتى لو الاكل شكله حلو بيفتح النفس اكتر. تمام كده. وبنقوم، شوفوا بقى الصوص الجميل ده، شوفوا القوام بتاعه عامل ازاي، وطعمه وريحته ما اقولكمش. وبنقوم نازلين كده بسم الله على الفراخ. وعشان كده قلت لكم الاول نخلي بالنا من الملح بتاع البطاطس، عشان الملح او نسبة الاملاح اللي بتبقى برضو في الصوص اهو. ده الطبق بتاعنا النهارده. مش لازم كل مره نقول هنعمل صينيه فراخ بالبطاطس، هنعمل صينيه فراخ بالبطاطس. طب ما دي برضه فراخ بالبطاطس بس بريتسيبت تاني خالص. ادوق كده، نجيب شويه صوص كده عليها، بسم الله. مهم. البطاطس روعه. شوفوا الفراخ مستويه ازاي اهي. نجيب معاها برضه حته بطاطس. خطيره بصراحه، يا ريت تجربوها وتشوفوا يعني راي اطفالكم ايه في البيت. هل البطاطس بالفراخ، صينيه البطاطس بالفراخ اللي بنعملها العاديه احلى ولا الطريقه ديت؟ واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.